بنتابع احتفالات انتصارات اكتوبر ونوصل مع بعض لفقره مسجله عن ابطال اكتوبر، نشوفها مع بعض. مع جنودنا وأبطالنا البواسل الذين حققوا النصر العظيم. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الرائد سمير نوح من أبطال المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي. كل الشرف والتحية لحضرتك ووجودي معاك. ربنا يخليكي، انا متشكر جدا وبشكر قناة الاسكندرية العظيمة، لان انا بحب اسكندرية، لان انا اول نشأتي العسكرية بدأت من اسكندرية، وبقدم تحيتي وتقديري لقواتنا المسلحة بالعيد 39 لانتصارات اكتوبر العظيمة، بقدم تحية اعزاز وتقدير لقائدي الشهيد البطل الذي يصادف ذكراه 39 برضو لاستشهاده يوم 19/10 عام 1973، الذي استشهد وقت صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الساعة 1، واحنا بنصد الهجمات الإسرائيلية من الثغرة على الإسماعيلية. رحمة الله عليه وعلى كل أبطالنا وشهدائنا اللي هم ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل صنع النصر لمصر. متشكر قوي، كل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة وانتم طيبين جميعا. وأنا أحب أتكلم عن القائد والبطل العظيم الشهيد إبراهيم الرفاعي. ومن أول 67 احنا لا نحارب في 67 أبدا، ولكن بدأنا لا نيأس وبدأنا عندنا قوة وعزيمة، وكلف الشهيد إبراهيم الرفاعي يوم 4/7 سنة 67 بعبور القناة ومعه مجموعة من الأبطال قبل تشكيل المجموعة 39 قتال. وأحب أذكرهم المرحوم البطل الملازم أول إنذاك بهجت خضير، وهذا الرجل البطل من الإسكندرية، والبطل الموجود ربنا يديله الصحة رأفت جمعة الملازم أول يسري صلاح الدين، ومعه مجموعة من أبطال الصاعقة، وعبروا القناة ولتدمير الأسلحة والذخائر الإسرائيلية التي استولى عليها العدو الإسرائيلي في وقت الانسحاب القوات المصرية، وعبر القناة وفي منطقة تسمى جنيفة. وكانت القوات الإسرائيلية معها محملة قطار سكة حديد بواسطة قوات مظلات إسرائيلية، ولغم الشهيد البطل ورجاله اللي معاه القطار والمباني المحيطة، وقد تم تفجير المنطقة بالكامل، وتم تفجير 1,000,000 صندوق ذخيرة لمصرية كان استولى العدو عليها لحرمانه منها. ودي كانت من أعظم وأول العمليات، النواة الأولى اللي خلت بعد كده تبدأ تتشكل ونتعمل المجموعة، وهي تسمى المجموعة 39 قتال. دي أول عملية، وكانت في 4/7 سنة 1967. في عملية تانية لم أنساها أبدا، بطل من أبطال الغربية المرحوم كان أيامها رقيب أول اسمه عبد المنعم أحمد غلوش، وكانت القوات الإسرائيلية بتضرب على الضفة الغربية صواريخ على الطريق المؤدي من وإلى بورسعيد من الإسماعيلية، وما احناش عارفين المدى ولا مدى التفجير ولا مسافة الصواريخ ده قد ايه.
طلبت الخبراء الروس ايامها ان عايزين صاروخ واحد على اساس نحلله ونشوف مداه وقوته والحاجات ديت. فعبر، انا بقول لسعادتك بكل اختصار جامد جدا، عبر الشهيد المرحوم عبد المنعم احمد غلوش، وكان يلازمه النقيب بحري محمد علي طه نصر، مسك بعد كده قائد ثاني المجموعه 39 قتال، والبطل النقيب ايامها بحري اسلام توفيق قاسم. تم عبور القناه، وبدل ما يجيبوا صاروخ واحد جابوا 3 صواريخ، وتم وضعهم الى وزاره الحربيه، وقابلهم ايامها السيد الفريق اول المجهول الفريق محمد فوزي، الرجل العظيم اللي كل الناس ناسيه بطولاته وعظمته وتقديره في الحروب. الفريق اول محمد فوزي الحقيقه. وبعد كده لما ودوا الصواريخ بتوع السوفييت، الخبراء السوفييت، قالوا احنا كنا بنطلب طلب من المصريين مستحيل، فاحنا بنطلب صاروخ يقوم يجي لنا 3 صواريخ. وساعتها كرم البطل عبد المنعم احمد غلوش ابن برما مركز السلطه غربيه بمنح نوط الجمهوريه العسكري من الطبقه الثانيه.